طرائف كرة القدم ان في فريق يوقف المباراة عشان الجمهور بتاع الفريق الخصم بيشتم فيه. ده اللي حصل في المباراة ما بين باريس سان جيرمان وليون النهارده. اللي حصل ان الماتش كان شغال عادي وباريس سان جيرمان كسبان في البارك دي برانس 2-1 من غير اي مشاكل، والدنيا كانت يعني كويسة مش وحشة. فجت في الدقيقة 50 جه جون، ولكن اتلغى بداعي التسلل لباريس سان جيرمان عشان فجأة الحكم يوقف الماتش ويروح للمدرب جري، وتلاقي المدرب بيعيط وبيقول له باريس سان جيرمان الجمهور بتاعه بيشتمنا يا عمو. عشان الحكم يروح للاثنين كباتن الفرقه ويقول له اشرف حكيمي روح هدي الجمهور شويه. عليا النعمه انا ما شفت حاجه زي كده في الدوري التشيكوسلوفاكي، انا ما شفتهاش في حياتي قبل كده. ما الجمهور بيشتم، ايه المشكله يعني؟ نبذ عنصريه ومش نبذ، ايه الخرا ايه يا عم؟ هما ما شتموا، هما ما كانوا بيقولوا بس ان انتوا سلاتس، يعني مجرد سلاتس يعني. بس غير كده الحمد لله والشكر لله باريس سان جيرمان كسب ب 3-1، واخد بالك، والاداء كان يعني جميل، ما كانش سيء والله. ولويس انريكي ريح لعيبه كتير قوي، اكتشفنا ان هم غالبا كانوا عبء على الفريق يعني. بس الصراحه الواد اللي هو دوج ولا اللي هو DUGE انا ما بعرفش انطقه بصراحه. الولد ده عالي قوي، الولد ده فخم قوي والله العظيم. سيبك من ان هو يعني ايه، هو عيل صغير وبتاع، بس اللي هو دايما هو اكتف على الجون، بيحاول يعمل حاجه، بيحاول يروح يجيب جون، مش بيقعد يقعد يحنكش كده في الكوره وفي الاخر ضيعها زي عثمان ديمبلي ولا باراكولا ولا اي خرم اللي عندنا ده.